من طراز ايرباص 330، وجميع الاستعدادات كانت تم ترتيب لهذه الرحلات من حوالي الاسبوعين، ترتيب من ناحيه التصاريح، من ناحيه متطلبات الحجيج والمعدات الخاصه بهذه الرحله. ان شاء الله الاقلاع تو في خلال الدقائق القادمه لمطار جده، ان شاء الله مطار الملك عبد العزيز. تستغرق الرحله حوالي الاربع ساعات ان شاء الله من الاقلاع باذن الله تعالى. يعني لو تحدثنا قليلا عن بعض امكانيات هذه الطائره التي سوف تقل الحجيج. اولا الطائره هذه من نوع الايرباص 330 200 اللي هي ما تعتبر من طائره المسافات الطويله، يعني بامكانها التحليق لمسافات تصل تتجاوز ال 12 الى 14 ساعه. مجهزه تجهيز بحيث انها تطير في اماكن ما يعرف بالايتوبس، اللي هي الاماكن اللي غير مؤهله بمطارات بديله في الاجواء. وفي بعض الطائرات تكون متجهزه بقمره للطاقم، يمكن حتى تناوب طاقمين في الجو للطيران مسافات الاكثر من 10 ساعات. جميع الاجهزه الحديثه اللي ينص عليها القانون الدولي موجوده في هذه الطائره. يعني مصطلحات اجنبيه لا يمكن التحدث عنها الان لضيق الوقت، ولكن كل المتطلبات الحديثه التي تنص عليها اللوائح، من ضمنها ما يعرف بالADS-B اللي هو متعارف بين الطائرات، اللي هو جهاز متعارف ADS-B، لا ادري الترجمه العربيه. هو ما يعرف بالطائرات يكون الطيار في على علم تام بجميع الطائرات المحيطه به في اللحظه هذه، في لحظه الاجواء، جميع المعلومات الخاصه بالطائرات المحيطه من ناحيه ارتفاع وسرعه يعني زياده من اجراءات السلامه ان شاء الله. نعم نجوى، نظرا لأن الرحلة سوف تقلع الآن، نحن الآن داخل الطائرة وهم يستعدون الآن للإقلاع. هذه هي اللحظات الأخيرة الذي يتواجد فيها الحجاج في مطار معتيق الدولي، والطائرة الآن تستعد للإقلاع إلى اتجاه المشاعر المقدسة. هذا نعم. كل ما لدينا حتى هذه اللحظة، والطائرة سوف تنطلق هذه اللحظة الآن. نعم، شكرا جزيلا لك خير الله إبراهيم، وقد كنت معنا من داخل الطائرة قبل لحظات من إقلاعها في أول رحلة إلى أداء مناسك الحج. شكرا جزيلا لك خير الله.